مليكة عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في احسن حال. لسه جايه من الشغل وابو مليكة مش موجود النهارده، هيبات بره. فقلت والله لا عامله كيس اندومي حلو كده ليا، وجايبه كيس شيبسي كده، وهيبقى الدنيا تمام. عايزه اقول حاجه بقى، انا واحده بتحب الاندومي، اقدر امنع بنتي ازاي ان هي بقى تاكل اندومي؟ ان كان انا اصلا من عشاق الاندومي بكل حالاته بمعنى الكلمه. ان كان بقى يعني اللي هو مسلوق على البوتاجاز، او اللي هو بالميه بتاعه الكاتل، او اللي هو بيض مسلوق، او اللي هو بالصلصه. ف جماعه انا مني لله ربنا، انا مني لله. انا بخليها قاعده ساكته كده، واروح جايه زنقه في المطبخ كده واكل الكيس، وطالع ولا كاني عملت حاجه، عشان هي ما تشوفنيش. ما هتزعل عليها اكلها معايا. بس انا باكلها كل فين وفين كده، وبضحك عليها بحته قد كده، وليكن بحط لها في كوبايه زي دي كده، وبخليها ان هي تاكلها. ابو مليكه لو هنا معايا كان زمان عمال يقول لي انت بتتعشي باندومي، انت مش عارفه ايه. وفي الاخر هيجي ياكل معايا عادي. فقولوا لي انا امنع نفسي اصلا ازاي بالاندومي دوت. انا قلت والله هطلع طبعا واتعشى معاكم كده اندومي وكيس شيبسي، عشان ابو مليكه مش هنا. وابو مليكه لما مبيبقاش هنا انا بكسل اعمل عشاء لنفسي، فهو اللي بيبقى بيشجعني، بيجي يقف معايا ونعمل العشاء سوا. طب هو دلوقتي مش موجود، انا هضرب انا دماغي في الحيطه بقى. هروح بقى اتعشى عشان انا جعانه، ونبقى نرجع بقى مع بعض نشوف احنا هنعمل ايه. وطبعا عندي حتتين كيكه من اللي انا كنت عاملاهم النهارده، برضك هبروح اعمل لي كوبايه شاي كده بالليل بقى وقت السهر، عشان دلوقتي الساعه 11 داخله على 11 يعني. ولسه بقى طبعا الشتا بقى والسهره بقى معانا لحد الساعه 1 كده ان شاء الله. فعشان نبقى نايمين واحنا مرضيين والتانك بتاعنا راضي ومليان علينا. متنسوش اللايك والاشتراك والمتابعة طبعا، عشان خاطر يوصل لكم كل جديد من مليكة.